اهلا بيك يا رفيق مع بونبوناية الطبقة المطحونة والموظفين الكادحين والشباب الغلبان. اهلا بيك مع جيفروليه افيو. بتنزل افيو بمحرك اعتمادي تكاد تكون اعطاله نادرة وقليلة جدا جدا، ولو عايز او كان في نفسك في يوم من الايام تركب لانوس فاعتبر ان اللانوس هياها افيو والافيو هياها اللانوس، مفيش اختلاف كبير يعني. بتنزل افيو بنسختين من الفتايس، فتيس مانيوال 4 سرعات وبرضه فتيس اوتوماتيك 4 سرعات، الاتنين اعطالهم تكاد تكون نادره واعتماديين جدا جدا. المساحات الداخليه في الافيو مش افضل حاجه، يعني ما اقدرش اقول انها عربيه ضيقه وما اقدرش اقول انها عربيه واسعه، يعني 50-50 حسب الناس اللي هتركب فيها، حسب العدد اللي هيركب فيه. لكن مساحات داخليه انا مش شايفها افضل توزيع للمساحات الداخليه بصراحه. استهلاك البنزين في الافيو يعتبر معتدل، لكن لو حساس الشكمان حصل فيه مشكله هيبيعك اللي وراك واللي قدامك من كميه استهلاك البنزين اللي الموتور هيحتاجه. قطع غيار الافيو رخيصه وموجوده في كل مكان، زي ما قلت اعتبر نفسك راكب لانوس. ارتفاعها عن الارض كويس جدا ومقبول، وحتى لو حملت فيها اشخاص او بضائع العربيه مش هتنزل قوي على الارض، فكارتفاع عن الارض مجملا ارتفاع كويس جدا ومقبول. تسارع الافيو من الزيرو مع الفتيس المانيوال كويس جدا جدا، مع الفتيس الاوتوماتيك لا مش احسن حاجه، هتحسها بطه ولدي لحد ما بتبدا انها تجمع سرعه. ثبات الافيو على السرعات العاليه بعد 120 130 العربيه هتعوم منك جدا ومش هتبقى بتاعتك اطلاقا، فلا تثق فيها ابدا ابدا بعد ال 120 130. واحده من اشهر العيوب الموجوده في الافيو هي بلف الايدل او الايدل فالف او بلف السلانسيه، وده لو حصل فيه تلف، هو بيحصل اوريدي فيه تلف كل فتره، وده بيخلي السلانسيه بتاع العربيه يا اما انه يبقى عالي قوي يا اما انه يبقى قليل قوي، فتلاقي العربيه بتبطل منك وانت ماشي او في الزحمه او في الاشارات. زائد كمان العيب بتاع حساس الشكمان اللي احنا قلنا عليه واتكلمنا عليه في بدايه التقرير، انه ده لو حصل فيه تلف هيخلي المحرك بتاع العربيه بيستهلك بنزين بكميات رهيبه جدا جدا. تكييف الافيو سيء جدا، لا سيء قوي قوي الى اقصى درجه بجد. انا ما اعرفش العربيه دي تقريبا كانت المفروض تنزل من غير تكييف، ولكن صعبت عليهم فقال لك لا حط لها تكييف يلا مش مشكله. تكييف سيء جدا ومع درجات الحراره العاليه مش هيأدي معاك تماما. خامات الصالون الداخليه في الافيو مش هقدر اقول انها من البلاستيك، لا دي من مخلفات البلاستيك، حرفيا سيئه الى اقصى درجه. وبرغم كل اللي انا قلته لك ده الا انه افيو تعتبر واحده من اكثر العربيات انتشارا في مصر، واعاده البيع بتاعتها سريعه جدا. عربيه قطع غيارها رخيصه، صيانتها سهله مش معقده، الناس بتحبها، حجمها صغير، كان لازم انها تنتشر طبعا، برغم ان انا شايف انها مش افضل قيمه مقابل سعر، لكن الناس بتحبها وفعلا العربيه منتشره بشكل رهيب جدا. بس كده اتمنى ما اكونش طولت عليك، سلام عليكم.